أعلنت إدارة نادي شباب الوزداد اليوم الأربعاء عن انتقال حارس فريقها الأول أليكسيس غندوز صوب نادي بيرسيبوليس الإيراني. ونشرت إدارة السيربي عبر صفحتها الرسمية عبر منصة فيسبوك فيديو ودائي للحارس أليكسيس غندوز إلى جمهور الفريق، والذي قال فيه: أوجه إليكم رسالتي، أشكر جميع الأنصار على دعمهم. وأضاف الحارس أليكسيس غندوز: أشكركم من أعماق قلبي على استقبالي من اليوم الأول وتقديم الدعم لي وحبكم لي. وأوضح ذات المتحدث: رحيلي عن الفريق لم يكن مخطط له مسبقا، وأشكر رئيس النادي على تسهيل عملية انتقالي، وهذا هو المكتوب، لن أكون في هذا الفريق السنة المقبلة. وتابع أليكسيس غندوز موضحا: آمل أن تكون صفقة انتقال مفيدة لكل الأطراف، والسنوات التي قضيتها في نادي شباب الوزداد ستبقى أفضل ذكرياتي في مسيرتي الكروية. وختم الحارس أليكسيس غندوز رسالته الوداعية: حققت لقبين في هذا النادي الكبير، وأتمنى أن يواصل هذا النادي التطور والنمو في السنوات المقبلة. الموسم المقبل لن أكون حارسكم، لكنني سأكون أول مناصر لكم.